لقيت الفيديو ده فيه تعدي من مواطن على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، ويبدو أن هناك مخالفة أو يعني هو خبط حاجة، فالضابط بيتكلم معاه، وكان النتيجة أن المواطن بيتعدى على ضابط الشرطة أثناء تأدية عمله. وده طبعا شيء بنستنكره زي ما بنستنكر أن أي ضابط يوجه أي إهانة لمواطن مصري. وطبعا احنا عارفين لما بيحصل دوت بتقوم الدنيا ما بتقعدش وبتحاسب الضابط. فلكن من العدل ان يكون في حق بقى للضابط اللي هو بيتم الاعتداء عليه او مقاومته اثناء تأدية عمله، لان هو بينفذ القانون، مش بيتعامل على انه يعني شخص عادي. فلابد ان هو بيمثل الدولة، لابد ان يكون في احترام للدولة نفسها، لأن دوت تعدي غير مقبول على هيبة الدولة وعلى شرطة الدولة وعلى ضابط يؤدي عمله كأي موظف في الدولة. من حقه أن يكون له حماية أيضا.